وايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام الصحابه كان الناس بتعمل كده؟ كان في مقامات؟ طبعا تجويد رقم واحد. اهميه فهم المقامات عند قارئ القرآن او عند المبتهل، والبعض بيستنكر هذا الامر، يقول لك لا ما تربطش القرآن الكريم بالمقامات. انا بتكلم هنا رجل ازهري. تمام. هو في البدايه يعني الاختلاف في ايه؟ انه المقام ده بيتاخد من اغنيه او كذا واحنا بنروح نحطه في القرآن الكريم. ولكن هو في الطبيعي عموما المقامات دي ايه؟ المقامات دي طبعا مجموعه من النغم، يعني تصوير نغمي لمعاني ايات القرآن الكريم. فانا دلوقتي يعني لما يكون في حد عنده مثلا عزاء، هل هروح اقول له البقاء لله وانا بضحك؟ مش هينفع. طيب على العكس، لو في فرح هقول الف مبروك وانا ببقى فرحان. لو قلت عكس كده يبقى في يعني المعنى اتغير. كذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه جميع الأحوال، آيات جنة وآيات نار. مظبوط. في قصص، في حوار، في دعاء، في وعيد للكفار، في إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طيب هل ينفع بقى إن أنا أروح أقول إن للمتقين مفازة وأنا بعيط؟ طب ما هم في الجنة بينعموا يعني. هيرد عليك أحد الناس رافضي فكرة المقامات، حوار فلسفي شوية. ويقول لك وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة كان الناس بتعمل كده؟ كان في مقامات؟ طيب كان في مقامات على فكرة. إحنا كلامنا العادي نفسه مقامات. ما يقولكش احنا على ايام النبي ما كانش فيه. طب ما هو على ايام النبي ما كانش فيه حاجه اسمها علم، ما فيش حاجه اسمها علم التجويد. هو كان فيه علم التجويد على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل دي حاجات يعني خلاص العلماء عملوها ووضعوها في كتب وفي حاجات زي كده. يعني انت فهمك لهذه المقامات بيخليك تختار المقام اللي انت سواء هتقرا بيه قرآن في صلاه او في تلاوه طبعا، او ابتهال او نشيد بما يتماشى مع الكلام طبعا والمعاني طبعا. يعني لذلك احنا بنقول المقامات تصوير نغمي لمعاني ايات القرآن الكريم. هقول مثلا بما لا يخرج عن احكام التجويد. طبعا تجويد رقم واحد. يعني الناس كتير يقول لك المقامات دي بتخرج القارئ عن الاحكام بتاع التجويد. يعني البعض كان بيتكلم، بعض المشايخ مثلا وده موجود على السوشيال ميديا، بيسرح مثلا في الموجود علشان يظبط وده احنا مش متفقين مع ده، غلط. احنا معترفين ان ده غلط. تجويد رقم واحد. وبعدين في المتن بيقول لك والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. فطبعا التجويد رقم واحد. ما ينفعش ان اكون بقى في آية فرح واروح بقى اقولها بمقام الصبا مثلا. مقام الصبا ده في الحزن، في آيات الحزن في القرآن الكريم، والنار والدعاء والعذاب والحاجات اللي زي كده. فما ينفعش ان انا بقى اروح اقول مثلا ايه إن للمتقين مفازا. طب انا ليه قلت كده؟ ليه؟ مع ان هم في الجنة بينعموا وانت بتصور الصح. هنقول بالسيكة مثلا مقام فرح. إن للمتقين مفازا. شوف نغم تغير. فأنا المرة الثانية طبقت النغم بتاعي على معنى الآية، صورت بالشكل الصحيح. وده كمان على فكرة للمستمع اللي وراك، انت لو وصلت المعنى بشكل صحيح هو هيركز معاك تلقائي. يعني انت بتقرأ آية حزن أو آية فيها عذاب مثلا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. رحت انت قلت بالصبا، والله هو لو مش مركز هيركز. طيب انا هسألك سؤال. حد مثلا بيتفرج علينا دلوقتي على برنامج إني ببابك هيقول لك يا عم ايه موضوع المقامات والصبا وانت داخل تصلي؟ هتفكر في مقام موسيقي ولا بتفكر في الآيات؟ الموضوع بيجي لا شعوري. الموضوع انا كشخص، والله انا بصلي التراويح في جامع عمرو بن العاص ما شاء الله، والناس ما شاء الله بيجوا من كل الجمهوريه. انا ما ببقاش عارف هقرا ايه والله قبل ما ابدا، وعلى حسب معنى الايه بغير النغم بتاعي. هو انا ليه باكد على الفكره دي؟ لان انا عارف انه الكثير من الاصوات هتقول لك انت بتربط القرآن بالموسيقى ليه خالص في العموم. طيب على فكره انا عشان كده بس انا حابب اوضح معاك النقطه دي. مش شرط علشان اتعلم مقامات اروح ادرس مزيكا او موسيقى. مش شرط. انا عمري ما علمت حد على بيانو او كذا او كذا، لا. انا دايما اقول ايه؟ اللي محتاج المقامات علشان يقرأ قرآن كريم هديله الحاجة اللي هو عايزها، هديله اللي هو لما تدخل القبلة تصلي بالناس تبقى انت عارف هتقول ايه. سبحان الله، يعني تقول نغم ماشي، تقول مقامات دي بتبقى عند بعض الناس صعبة شوية. يعني بلاش مقامات دي، خليها اي حاجة تانية.